تعالوا نعمل مع بعض غدا بسرعة للناس الكسلانة في نص ساعة بس. هتاكل أحلى فراخ مشوية. معانا هنا بصلاية وفلفليتين خضر وقرن شطة وفصين توم، ونضرب نضرب نضرب، نحط طماطم ونضرب نضرب نضرب. بعد كده بقى ايه، ننزل بالبهارات بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، دبس رمان معلقة صغيرة، كرفس مجفف ممكن نستغنى عنه، عصير ليمون، مكعب مرقة دجاج، بهارات فراخ لو موجودة، معلقتين زبادي. وبقى يعني هما لونهم بني كده عشان مطرح دبس الرمان بس. ونضرب نضرب نضرب. بعد كده نحط كل الكلام ده في الفراخ على الفراخ بتاعتنا في كيس، واللي يتبقى مننا نشيله في الفريزر بقى اليوم تاني. بس نحطها في الاير فراير تلت ساعة بالظبط، على درجة حرارة 200. بعد كده نقلبها على الجنب التاني. والصوص اللي بينزل تحت ده انا بحطه في طبق وايه، وبفضل ادهن بيها كل شوية على وشها عشان تبقى جوسي كده وتبقى مشوية من بره واخدة لون حلو قوي. الوصفة دي كلها على بعضها بتاخدش 35 دقيقة، بس لو في الفرن هتاخد مثلا حوالي يعني تلت ساعة في الفرن من تحت، وبعد كده على الشواية 10 دقايق على كل جنب. يعني حوالي هتزيد 10 دقايق بس هتبقى 45 دقيقة بس. وبجد طعمها تحفة، جربوها هتعجبكم جدا. باي باي.